الراجل ده ما نامش بقاله 3 أيام. أبوه اتنقل المستشفى فجأة، والدكانة اللي كان شغال فيها مع أبوه بقت مسؤوليته لوحده. بالرغم من الإرهاق كان لسه بيصور للزبائن، وبعد ما أخد صور كتير قوي ما قدرش يكمل. علق ورقة مطلوب مساعدة بره المحل ونام، وما كانش يعرف إن المشكلة جاية في السكة. كانت واحدة جميلة ماشية ناحيته. البنت دي كانت ملفتة بشكل كبير، كل الناس كانت بتبص لها. دخلت على طول على محل بيل وصحيت بيل من النوم. بيل أول ما شافها اتسحر، فاق بسرعة وراح ماسك ورق المقابلة، بس كان متوتر من جواه. عقله رجعه للي حصل من 3 سنين. افتكر البنت دي هي اللي كانت بساه وقتها، بس دلوقتي جراي مش فاكره اي حاجه عنه. بيل وهو ماسك السيره الذاتيه بتاعتها قرر يرفض جراي. كان عايز يقولها تمشي بس الكلام ما طلعش، ومع نظره جراي ما قدرش غير انه يوافق انها تشتغل 2 ساعتين تجربه. جراي قالت له يرتاح شويه الاول ومدت له شاي اعشاب. بيل رفض فورا علشان شكه. جراي شربت منه قدامه وبعدين لقت حجه ومشيت. اول ما خرجت بيل شرب الشاي، وبعد ما خلصه نام فورا. صحي لقى المحل مليان زباين. بسال جراي ايه اللي حصل. مشيت ناحيته وهي مبتسمه وقالت له كده اكون نجحت في الاختبار. بيل برضه ما وافقش وقالها ان في مقابلات تانية بكره. جراي بدات تدلع عليه وبيل اتاثر بيها. تاني يوم جراي جت المحل. بيل بدأ يشرح لها الشغل، ولدهشته جراي كانت شاطرة جدا، أسرع منه كمان. بيل حس إنه لقى كنز. بالليل بيل رجع المحل. واحد زبون دخل يكسر فكة. أول ما بيل فتح الكاشير اكتشف إن الفلوس مش موجودة. افتكر إن أثناء تسليم الوردية النهاردة شاف جراي ماسك فلوس كتير. فكرة دخلت دماغه